مرحبا لجميع متابعينا على اليوتيوب. طبعا اليوم بدي اعلمكم كيف فك رقم سري شنطة السفر. اذا كنت ناسي رقم سري شنطة السفر كيف تفكه وكيف تعرف رقم سري شنطة السفر. تابعوا معنا للاخير وخليكم مركزين بكل تفصيلة بحكيها. ايات تفصيلة بتفشكوا عنها ما راح تزبط معكم الطريقة. ركزوا معي للاخير وما حدا يفشك عن ايات تفصيلة. طبعا انا الموديل راح اشرح عنه. هذا الموديل اللي بيجي مع الكبسة الحمراء، هاي امرار كبسة حمراء للداخل، امرار كبسة حمراء هيك تتحرك يمين شمال. هذا الموديل راح اشرح عنه. بالبداية دائما بدنا نروح نشتري شنطة سفر من اياتها مكان ببيع شنط سفر، ما سألناه عن الرقم السري. شو الرقم السري دائما بيكون، او احنا ما لعبنا بالرقم السري. دائما بالمصانع الرقم السري بيكون 3 اصفار. شايفين الرقم السري 3 اصفار اذا انت ما لعبت فيه او ما غيرته. هسه بفرجيكم طريقة تغيير رقم سري شنطة السفر. طبعا في ناس دائما بتيجي بتحكي لي هاي الكبسة الحمراء بالداخل. شايفين هاي الكبسة الحمراء؟ هاي الكبسة الحمراء بس تكون بالداخل بتكون الشنطة بإعادة وضع تفعيل رقم سري جديد. يعني احنا بدنا نغير الرقم السري هذا، بتكون هاي الكبسة الحمراء بالداخل. وهسه بفرجيكم كيف تطلع الكبسة الحمراء هاي من الداخل. اول اشي هاي الكبسة الحمراء بالداخل، الشنطة بإعادة وضع تفعيل رقم سري جديد. بنحط اي رقم سري، هاي حطينا اي رقم سري. اهم اشي يكون الارقام متساويات. هيك شايفين هذا السهم يكون متساويات مع السهم. حطينا رقم سري جديد، هي احنا عشوائي حطيناها. بنضغط على هاي بقوة، هيك ضغطنا عليها بقوة. شفتوا كيف طلعت هاي وتفعل عندنا رقم سري جديد. يعني لو اجينا حطينا على 000 زي ما كان بالمصنع، شايفين ما راح يفتح لنا الرقم السري. نسينا شو حطينا الرقم السري. هسه نعرف طريقة كيف نعرف الرقم السري بكل سهولة بكل بساطة. وركزوا معي ولا تفشكوا اي خطوة. واذا كان عندكم كمان تطلعوا بالشمس، شايفين تطلعوا بالفضاء، مش ضوء انارة الدار نيون، تطلعوا بالفضاء. خليكم بالفضاء منطقة مفضية. بعرفش اذا مبين على الجوال، بس يعني راح يكون مبين اكثر من انك تكون نيون جاي جنابة من الدار، لانه الفضاء بيجي الفضاء. شايفين الفضاء بكل الجهات، ما في اي خيال راح يجي ما تشوف الفتحات اللي راح افرجيك عنهن. اول شيء شايفين هدول الفتحات هدول، شايفينهن؟ هاي فتحة، هاي فتحة شايفينها، وهي فتحة وهي فتحة. في هون بالفتحات شايفين زي عمود حامل العجل. هذا العجل محمول على عمود هي جوات الفتحة هاي. بنضلنا نلف بهذا العمود تنه يطلع زي نكر. ركزوا معي، طلع راح يكون منظره مبين. ركزوا معي، شايفين هي هون اول نكر، هذا نكر. هي اول واحد. يا سبحان الله، هاي عندك هون نكر. وبنيجي للثاني، هاي كمان نكر. يعني اجى معانا اول مرة. انت بتضلك تلف، يعني بتضلك تلف. هاي نيجي للثالث هون، نضلنا نلف يطلع معنا النكر. اجا هون هذا هو، هي واحد كمان نكر. هاي شايفينه؟ هاي كمان نكر. يكون واضح عليكم. هات نكور الاضاءة اذا بزبط. هيهن كوينا الاضاءة، هيهن 3 نكور. شو بنعمل؟ بنيجي بنقول 1 - 5. ما بزبط ننقص من 1 - 5، بيطلع عنا الامر بالسالب. بنقول 1 - 5 بنحط 6. بنحط 6، شايفين؟ نيجي كمان 1 - 5 ما بزبط. 1 - 5 6، بنحط 6 كمان. 5 - 5 بيطلع بالصفر. في ناس بتقول الرقم طلع بالصفر. طبيعي يطلع بالصفر لانه في عندك صفر هون، في عندك صفر. الصفر هذا هو كمان رقم سري يعتبر. نيجي 5 - 5 صفر، بنحط على الصفر عادي، يعني اشي طبيعي. بستغرب ليش ناس يعني ما هو هي صفر موجود انه يكون من ضمن الرقم السري. هسه طلع عندنا 6 - 6 0. بجوز من هاي الجهة مبينة 9، بس لا هي 6 لأن احنا بالجهة المعاكسة. 6 - 6 0. ونجرب هاي الرقم السري. شايفين كيف فتح؟ الطريقة بسيطة جدا. أهم إشي زي ما حكيت لكم، ركزوا على التجويف. التجويف هي هون بالداخل، هات نوضحها. التجويف هون شايفين هذا العمود، هذا العمود هذا بيكون عليه زي نكر صغير. نكر صغير مش عارف كيف اشرح لكم عنه، بس واضح راح يكون معك واضح بالاضاءة المنيحة. اطلع على الخارج، خليك انت بالخارج ومنطقة فضاء زي هيك. شايفين المنطقة كيف مفضية عندي؟ اطلع بالشمس. واذا كانت الشمس قوية، مش قوية منطقة هيك مشمسة، اطلع بالشمس وتطلع عليها. راح يبين عندك نكور صغيرة، نكور صغير جدا. يعني يا دوب يبين بالعين المجردة. ليش؟ لانهم عاملين احتياطهم لا سمح الله حدا بده يسرق اشي ياخذ وقته وهو قاعد بيفتح فيها.
وبرجع بنبه كمان كل مرة بنبه الناس ما تحط أشياء ثمينة بقلب هاي الشنطة. هاي الشنطة بتنفتح وشفتوا كيف تنفتح. لا تركن على هذا الرقم السري، هذا فقط لتأخير عملية السرقة، أو إذا الكاميرات بدها تلقط وجه حدا تلقطه وتأخذ وقتها وهي تلقط فيه بس للتأخير. أما حماية هذا صفر حماية، صفر حماية، لا تحط اشياء ثمينة. هذا بنفتح. وشكرا لمتابعتكم، اعملوا لنا لايك ومتابعة، وشكرا لكم، والى اللقاء.